السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين بحر يا جماعة؟ بحر وجمالها. الجماعة اللي معزومين على الفطار النهاردة قالوا لي لازم تجيب لنا السمك من بحري. بحري دي المنطقة اللي انا كنت ساكنة فيها الاول، وادعوا لي ارجع لها بالله عليكم، ادعوا لي عشان خاطري ان انا ارجع تاني لبحري. فانا هحكي لكم بقى قصة بحري دي وسبتها ليه، بس مش في الفيديو ده. الفيديو الجاي إن شاء الله، أو يعني بعد كده في الفيديوهات الجاية بإذن الله هاحكي لكم أنا سِبت بحري ليه، وقعدت في المكان اللي أنا فيه ليه وكده يعني. هنسمي الله ونبدأ بقى. المهم قالوا لي هات لنا لو يعني العزومة عايزين سمك وعايزينها من بحري. فأنا طبعًا ما لا يمكن أعترض يعني أو أعلّق، رُحت على طول بقى على بحري. كان نِفْسي أصوّر لكم السوق اللي هو الميدان. لو حد طبعًا من إسكندرية هيبقى عارف أكيد فين الميدان وبحري وكده، بس طبعًا تحسّوا إن إسكندرية بحالها في السوق ده أو في الميدان ده. طبعًا السوق مشهور بأكتر حاجة السمك، وسمك وكُلّه طازة ما شاء الله، وسمك بحر كتير بس طبعًا ما عرفتش الزحمة بطريقة يعني صعبة بجد، يعني ما تعرفيش تطلّعي تليفونِك أو تعرفي تُقفي على بياع، لإن كان زحمة، زحمة بطريقة والله العظيم صعبة جدًا. المهم المرّة بإذن الله كده يكون السوق هادي شوية، وهاصور لكم بإذن الله هناك، وأوريكم الميدان وجماله والسمك وأشكال وألوان وكل حاجة تخطر على بالكم، وأشكال سمك وأنواع ما شفتوهاش قبل كده هنشوفها في السوق ده مع بعض إن شاء الله. المهم بدأنا بإيه بقى؟ بدأنا بالبسارية. جبنا بسارية، طبعًا الحبة اللي في الطبق دول يعني في حد عايز ياكلهم مقليين، فأنا سِبت له شوية أهُم زي ما أنتم شايفين كده، والباقي هيتعمل صينية. رشينا شوية ملح وشوية كمون وشوية إيه، كزبرة على البسارية كده وهي نيّة. بعد كده عملنا الخلطة دي بصل وطماطم وتوم وفلفل أخضر. وبعد كده إيه، حطينا التتبيلة دي المهم وتبّلناها. طبعًا صينية السردين دي أو صينية البسارية دي تحفة، تحفة، تحفة ومفيدة ما أقولكوش طبعًا، يعني أكيد أنتم كلّكم عارفين سمك البسارية ده بيبقى مفيد قد إيه. حطينا بقى ليمون على الوش، وحطينا قرن الفلفل ده زي ما أنتم شايفين، وركناها على جنب. نيجي بقى للصنف التاني، البوري بقى. البوري اللي هو الأصلي بقى، اللي ما فيهوش، لإن في نوعين بوري، بس البوري ده بقى البلدي اللي هو الطازة الرشيدي، التحفة. قطّعنا بتاع نُص كيلو بطاطس كده. طبعًا عندنا التحديقة بتاعة التوم دي دخلت معانا في كذا حاجة. حطيت حتّة تومة صغيّرة، وحطيت عليها شوية ملح وشوية كمون وشوية كركم وشوية كزبرة، شوية فلفل أسود صغيّرين، وتبّلنا البطاطس. لازم، لازم الخطوة بتاعة البطاطس دي تتّبل كده عشان مش تتّكلي بقى تقولي إن أنا خلاص متبّلة السمك، لأ، لازم التتبيلة بتاعة البطاطس دي عشان تلاقي البطاطساية طعمها إيه، متحبّش وطعمها حلو يعني. بعد كده بنحط بقى من التحديقة بتاعة التوم للسمك بس من جوّه ومن الجناب اللي إحنا فاتحينها دي، و وتتبّلي بقى سمكِك كلّه وتحطّيه عليها، تمام كده. وهتحطّي أقل من ربع كوباية مَيّة عشان البطاطس بتاعتِك تستوي، أقل من ربع كوباية، تمام كده. أقل من ربع كوباية مَيّة، ركّزي في الحتّة دي أوي، لإن عمر ما السمك هيساوي البطاطس. ربع كوباية المَيّة أو أقل من ربع كوباية المَيّة هم اللي هيساووا البطاطس طبعًا، وهتنشّفيها شوية. جينا بقى للصنف التالت، البوري السنجاري. بس عشان أنا اللي منضّفاه في البيت ما فتحتش بصراحة السمكية على الضهر، أنا قُلت أعملها كده وهي مقفولة، وهاتبّلها بتتبيلة السنجاري. خرّطنا بصلاية وطماطماية وليمون دواير زي ما أنتم شايفين وفلفل أخضر. برضه أنا كنت عاملة شوية من التتبيلة دي كتير، لإن دخّلناها في كذا حاجة وركنتها على جنب. بس يا حبايبي، رُحنا إيه بقى تبّلنا زي ما أنتم شايفين كده برضه. تخلّي بالِك أوي من الملح طبعًا، لإن الملح بتحطّي في السمك وبتحطّي في التتبيلة. تحطّي كل حاجة كده بإيه، يعني بعينِك كده، إن أنتِ تبقي فاهمة إن الحاجة ما تبقاش حادقة، وما تبقاش يعني منِّك بهاراتها كتير. على قد ما تضبطي بهاراتِك، على قد ما تاخدي الأكل حلو، على قد ما تحطّي بهارات مش كتير، تاخدي السمك تحفة. أو أي أكل أنتِ بتعمليه مش بكتر البهارات، إن أنتِ تحطّي كل حاجة، تطعّمي من كل حاجة، بس حاجات تبقى إيه، بسيطة يعني، تمام كده. ده الصنف التالت، كان تحفة. والله العظيم السنجاري ده كان تحفة. السمكة بالبطاطس ده حكاية. البسارية طبعًا ما أقولكوش يعني، والشوية اللي اتقالوا برضه تحفة.
حطينا بقى طماطمايه على الوش وشويه الجزر دول وشويه الزيت، طبعا ما تنسيش الزيت على البطاطس وما تنسيش الزيت على السنجاري، بس مش كتير، حبات صغيره. تمام. تمام. نيجي بقى الحاجه الرابعه اللي عملناها، بصوا التحديقه قد ايه. حبه توم، نص معلقه توم للتحديقه بتاعت السمك، وحطينا عليها البدنجان المشوي. بعد كده هنقلب بايه بقى، بنقلب بالمعلقه، بندخل التوم التتبيله دي يعني في البدنجان كويس. تمام كده. بزود شويه عشان انا ايه، مش حاطه برضو ملح كتير وبهارات كتير في التوم، حاطه حاجات بسيطه يعني. اللي بحب ازيد له بزيد له، بالزياده بزود شويه بزود له، واللي مش بيحتاج كتير مش بحط كتير. تمام. تمام. نيجي حطينا بقى شويه الطحينه وهنهرسها كويس بهرسه البطاطس دي. بصوا يا جماعه، هو احلى حاجه السمك بصراحة. وبعدين أنا عشان قرايبي يعني اللهم لك الحمد يعني والله أعلم برضو بيحبوا ياكلوا من إيدي يعني السمك وكده، كل ما أكون عازمة حد أو حد جاي عندي يطلب سمك. حطينا شوية شطة حمر من الشطة الحمراء بتاعتنا بتاعت الصعيد دي اللي وريتها لكم وأنا بعبيها دي، وهرسناها كويس. وبعد كده شوية الخل ونص ليمونة وحبة زيت، وتاكلي أحلى بابا غنوج في الدنيا بصراحة، تحفة. في ناس بتضربه في الخلاط وكده، بس انا مش بحب، انا بحب يبقى فيه الكتل بتاعت البدنجان دي بتديكي طعم حكايه بصراحه. ادي نص ليمونه وشويه الخل، وهنحط حبه الزيت وخلاص على كده. وركننا ايه الطبق ده بقى الرابع بقى. كده الطبق الرابع نجيب بقى كمان شويه توم، نص معلقه. طبعا انا قشرت التوم ده، هحكي لكم دلوقتي انا عملت ايه. حطينا البنجر ده مسلوق بشويه ملح صغيرين خالص وشويه كمون. حطينا على ايه دلوقتي، حطينا على المعلقه التحديقه بتاعت التوم، توم وقرن الفلفل، خدنا منه شويه ميه صغيرين كده. خلاص بقى ركناه. هنقلب كده كويس، وهنحط شويه خل برضو ونص ليمونه. بس طبعا هتقلبي كويس الاول، تدخلي التحديقه بتاعتنا في البنجر. شويه كمون، شويه ملح، ادي شويه الخل اهم، وادي نص ليمونه. برضو تاكلي احلى طبق بنجر والله العظيم، حكايه زي بتاع المطاعم بتاعت السمك بالظبط. خلاص كده، خلاص كده. نيجي بقى ايه الخامس حاجه بقى، السمك البلطي. طبعًا ما حدّقته برضه على طول منضّفاه وريتكم فيديو قبل كده للتحديقة بتاعة البولتي، برضه جوّه دقته كويس، وهنركنه برضه إيه على جنب. وعملت كل الكمية برضه، عصرت عليها نُص ليمونة، وبدأت أقلي بقى. كده بدأت في التجهيزات. أدينا بُصّوا بقى، الدقيق أهو، حطيت أنا كان عندي دقيق في التلاجة محطوط عليه الخلطة دي، حطيته وزوّدت عليه شوية عشان يكفّي الكمية اللي معايا. وقلبتهم. حطينا ايه على الدقيق ده، شوية ملح، شوية كركم، شوية كمون، بس كده. هنقلي. بصوا يا جماعة الطاسة دي تحفة. انا في واحدة صاحبتي قالت لي نورا بلاش الطاسة دي بس انا اقسم بالله الطاسة دي، انا عندي طاسات كتير بس انا برتاح للطاسة دي قوي. انا الطاسة دي بتاخد معايا في المرة كيلو سمك قلي، يعني بتاخد 5 سمكات، ال5 سمكات دول كيلو، فبتريحني، بتسوي السمك كويس. او اي حاجة يعني، اي حاجة بعملها فيها بحسها بتسويها كويس. الطاسة دي بتاعت حمد الله يرحمه. بصوا اخدت 5 سمكات، يعني انا لو جايبة كيلو هتاخد لي الكيلو مرة واحدة. طبعا الزيت اللي انا بحطه في الطاسة او اللي انا استعملته في بقية الحاجات وفي الرز، اللي احنا كنا مستعملينه قبل كده، مثلا محمرين بطاطس، محمرين في حاجه قبل كده، اللي انا قلت لكم اوعي تستغني، انا بحط كتير في الحله الصغيره اللي انا كنت بقلي فيها دي. وبعد كده باخد شويات في اي حاجه استعملها بصراحه، مش بقلبه. بعمل فول باخد منها، آه، زي ما شفتوا على البدنجان وعلى البنجر خدت منها. طعم ما بيبانش وما فيهاش اي حاجه، ويعني وخساره الزيت دي، كنتوا شايفين الدنيا عامله ازاي والغلو يعني. بس حمّرت الزيت بقى، طلّعته على الصينية دي الصفّة كده، وبعد كده نقلته في أطباق تانية. حمّرت كل الكمية بتاعتنا، دلوقتي هتشوفوا إن إحنا خلّصنا وعملنا إيه. بُصّوا أهو الحلة أهي اللي أنا باخد منها الزيت، أخدت للرز كمان. بيبقى مش مطرحها حاجة، بدنجان، كوسة، بطاطس مقلية، أي حاجة مش هتخسّر يعني. حطيت كمية البصل بتاعتنا، وأدينا هنعمل إيه الرز. بُصّوا بقى اللي نفعني بصراحة في العزومة دي الترتيب، يعني أنا يوم العزومة ما تعبتش. إزاي بقى، أنا رُحت مثلًا امبارح كان الخميس،
رُحت جِبت السمك ونضّفته، رُحت بحري وجِبت السمك ونضّفته وجهّزته ونقعته في المحلول بتاعه، كان اللي إحنا بنحط بقى الليمون والملح والمَيّة، وبيّته في التلاجة في المَيّة بتاعته. قُمت بقى الصبح بدأت تبِّلت السمك زي ما شُفتوا، عملت البابا غنوج وعملت البنجر، وآخر حاجة خالص حوالي الساعة 16:00 عملت الرز وقليت السمك، وعملت الصلصة بتاعة الرز بتاعة السمك المقلي، عملت سمك مقلي بصلصة. فكان اليوم بصراحة بسرعة وسهل، وقعدت مع ضيوفي، وكان يوم خفيف، لإن أنتِ لمّا أنتِ تحضّري تجهيز الشغل أحسن من الشغل نفسه. فطالما أنتِ جهّزتِ من قبلها بيوم كده أحسن، وبعدين كمان في صيام، يعني أنا قبلها بيوم دي كان عندي أكل، اللي هو يوم الخميس ده كان عندي أكل، يا دوبك بس نزلت السوق جِبت الأكل، وجيت نضّفته وجهّزته وشِلته. تاني يوم كان كل حاجة سهلة، يعني كانت بسيطة، يعني البنجر بس اتسلق، البابا غنوج ده اتعمل برضه بسيط وبسرعة، طالما السمك اتنضّف خلاص، هو السمك اللي كان هياخد منّي إيه، نُص اليوم، أهو كده. طبعًا شوية الجزر خلاص المَيّة غلت، حطينا شوية الجزر والفلفل والطماطم، بس المَيّة غلت بتاعتنا، هننزل بالرز وتاكلي أحلى شوية رز. ما تنسيش طبعًا معلقة السكر اللي إحنا بنحطها لمّا بنحمّر البصلة أوي، بنحط ربع كوباية مَيّة ونُص معلقة سكر، تمام، وبنسيبهم يغلوا يبقوا معجون كده، وبعد كده بنزيد المَيّة بتاعتنا بتاعة الرز المعيار بتاعنا، وبنضيف الرز وخلاص على كده. وأدي كانت السفرة بتاعتنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم.